سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، المعلمة الحضارية العالمية التاريخية الكبرى، رمز التسامح والتعايش والتفتح، يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، حفلا دينيا كبيرا إحياء لليلة مولد خير البشرية سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هي ليلة مباركة تخلد لحدث عظيم أراد الله عز وجل به إخراج البشرية من الظلمات إلى النور وهدايتها سبل السبيل، ذكرى ولادة من اختاره الله تعالى من سلالة الأصفياء، والذي يهدي به من اتبع طريق الفائزين. لقد كان مولده بحق رحمة اكتنفت الكون كله بكل من فيه وما فيه، ولا نجد خيرا مما قاله ربنا جل وعلا في حقه في آية واحدة من سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وها هو أمير المؤمنين سبط النبي الأمين، سيرا على سنة أسلافه من ملوك الدولة العلوية، يولي هذه الذكرى من العناية ويضفي عليها من الجلال والمهابة ما يسمو بالحدث إلى مستوى صاحب الحدث صلى الله عليه وسلم، الذي شكل ميلاده مولد أمة كانت وستظل خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. مناسبة جليلة عظيمة، مولد من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أحيا به القلوب وأنار به العقول وبصر به العيون، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. والأمة المغربية كغيرها من الأمم الإسلامية تعيش هذه الأيام ذكرى مجيدة، ذكرى مولد الرسول الأكرم أستاذ البشرية وصاحب أعظم رسالة سماوية، محمد بن عبد الله النبي الأمين. والمغرب اليوم في ظل القيادة الرشيدة والمتبصرة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله يعيش نهضة إسلامية شاملة، ويمر بمرحلة دينية هادفة، مزهوا بخطوات جلالته المباركة، لتكون أيامنا هذه أيام بعث إسلامي، وتزدهر من جديد في ربوع هذه المملكة السعيدة بقيادته الحكيمة الأسس والمبادئ التي قامت عليها مدرسة الرسول التي دعت إلى الخير.
وحثت على الفضيلة، فأخرجت لنا مجتمعا صالحا فاضلا خلقه القرآن، وهو المجتمع الذي ينشده ملكنا أمير المؤمنين. وفي ظل هذا المفهوم الشامل للمدرسة المحمدية يحيي أمير المؤمنين هذه الليلة المباركة احتفاء بجده المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، سيرا على سنة أسلافه المنعمين.